السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كتير مننا بيحب الملبن في الكحك، ولكن طبعا احنا مش هنقدر ان احنا نحط الملبن جوه الكحك اللي بالشوفان علشان نقدر ناكله صحي، لان كده احنا دخلنا السكر وما عملناش حاجة صحية. ولكن انا النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله الملبن بطريقة صحية تقدري انت تحشي بيه الكحك وتحطي كمان معاه عين جمل زي ما انت بتحبي. آه، حاجة كده سهلة وبسيطة ومقاديرها سهلة قوي قوي قوي. المهم الخطوات ونتبع خطوات التسوية بتاعته. انا هنا عندي ووك او طاسة كبيرة او حلة، المهم تكون غويطة شوية، وهضيف لها كوباية كبيرة من عسل النحل. وهبتدي اسيبه ان هو يبتدي يغلي زي ما انتم شايفين كده، وهجيب ربع كوباية من المية واضيف لها 3 معالق نشا كبار. ما تزوديش المية علشان كده كده احنا عايزينها تنشف في الاخر، احنا محتاجين بس النشا فلازم ندوبها في المية. بندوب النشا كويس جدا جدا في المية، وبعد كده نبتدي ننزل بيها على العسل. شايفين العسل ابتدى يغلي ازاي، وهنبتدي ننزل بيه. وطبعا ايديا شغالة تحريك وتقليب من اللحظة ديت. ما تسيبيش الملبن، لازم تفضلي جنبه، تفضلي تقلبي فيه لحد ما يخلص تماما، لان انتي لو سبتيه هيتحرق، هيبوظ، هيكلكع، يبقى احنا ما عملناش حاجة، بوظنا كمية عسل النحل اللي احنا حاطينها. تمام. فانتوا زي ما انتوا شايفين ابتدى القوام يتغير. انا مش هقطع كتير في الفيديو علشان تقدروا تشوفوا القوام باستمرار. شايفين لونه ابيض، ما قلبش للشفاف لسه. طبعا انا ايديا على طول تحريك باستمرار على نار اقل من المتوسطة، حاجة بسيطة، او على عين الصغيرة وتكون متوسطة. وهنا بعد ما ابتدى خلاص انا قرب ينتهي في التسوية بتاعته، حطيت له ماء ورد او ماء زهر زي ما تحبوا، او فانيليا اللي تحبوه، بس ننكه بيه الملبن بتاعنا. طبعا انا ايديا ما بتقفش تماما، ايديا شغالة باستمرار. لو وقفت في اكيد حاجة تتحرق منه او حاجة هتكلكع، فاحنا مش عايزين كده. شايفين ابتدى يبقى شفاف ازاي؟ طبعا هو مش هيبقى شفاف خالص لان ده عسل نحل، وعسل النحل غير السكر لما بنعمله بالطريقة دي. شايفين ابتدى يتقل، ولكن لسه بينزل خفيف من المعلقة. انا عايزاه يبقى تقيل، ينزل من المعلقة بصعوبة جدا، او يكاد يكون ما بينزلش من المعلقة، علشان يبقى متماسك معانا وما يسحش مننا جوه الحشوة. شايفين بقى تقيل قوي ازاي؟ المهم عندي ان انا ربع كوبايه الميه اللي انا دخلتها انا عايزاها تتبخر تماما، ونوصل لدرجه ان العسل تقيل جدا، او الملبن بقى تقيل جدا معانا. بعد ما خلاص بقى تقيل قوي زي ما شفتوا كده، وبينزل معلقه بصعوبه او يكاد ما يكون ما بينزلش منها، هبتدي اجهز صينيه او طبق، اي حاجه عندك، وتحطي في كيس بلاستيك عليه او ستريتش، وتحطي عليه نشا. الخطوه دي مهمه جدا، وعلشان ما يلزقش مننا الملبن في الحاجة اللي هنحطها فيها او في الكيس او الستريتش. وبفضل بصراحة النشا عن ان انا ادهن زيت او كده، بس عشان السعرات. وهنزله بقى وابتدي ان انا افرده واسيبه يبرد تماما، وبعد كده استخدمه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. وصفة بسيطة وسهلة، وهتخلينا ناكل الحاجة اللي احنا بنحبها ونستمتع بيها بدون اي عذاب ضمير، وبدون ما ندخل سكر ونتعب نفسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.